تاني يوم العيد مع رؤية مصر في بورسعيدي. يلا بينا. اول حاجه بدات اجهزها طبعا الاوتفيت بتاع خروجتنا النهارده، بدانا نجهزه. وما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الاوتفيت ده في الكومنتس. تاني يوم العيد هستنى رايكم في الكومنتس. انطلقنا في بورسعيد وبدانا جولتنا في اهم شارع في بورسعيد وهو شارع طرحة بحر، وكان زحمه جدا طبعا العيد وبهجة العيد. رحت بعد كده بلاك فوكس، محتاج كنت اشرب الكوفي بتاعي، طلبت فرنش كوفي بجد شكلها فظيع جدا من عند بلاك فوكس، وطعمها بقى ايه ولا اروع. حقيقي لازم تجربوها وقولوا رايكم فيها لما تجربوها في الكومنتس. خلاص خلصنا قعدتنا في بلاك فوكس، كان زحمه جدا فما طولناش قوي. خلصنا قعدتنا ومتجهين الى مكان جديد في بورسعيد. يا ترى ايه هو المكان ده؟ هنجرب النهارده واول مره ثلاث ستات ريستورانت. في 3 ستات او سي ستار سابقا كان من الكافيهات المشهورة جدا والجميلة جدا في بورسعيد. فيا ترى 6 ستات هيبقى بنفس قوة سي ستار ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ده المنيو بتاع كافيه 3 ستات الجديد. وطلبنا بقى ومنتظرين الاكل يوصل، واخيرا الاكل وصل زي ما انتم شايفين كده. طلبت طبق اسمه تشيكن سافوي، اخترت السايد يبقى جنبه مكرونة وايت صوص. اكل كان حلو جدا وزي ما انتم شايفين، بس كان عندي ليا كومنتس ان الكمية قلت، لكن الطعم كان حلو جدا. وعاملين ديكورات حلوة جدا للتصوير. روحوا الكافيه وجربوه وقولوا رأيكم في الكومنتس. وبس دي كانت تجربتنا النهاردة في تاني يوم العيد. شوفوا ان شاء الله في فيديو جديد وفلوج العيد من فلوجات العيد. يلا باي روني.